أهلا بيكم وشخصية مؤثرة مع مروة. حلقتنا عن لورانس العرب أو الفنان الكبير عمر الشريف، واحد من أشهر جينات السينما المصرية والعالمية. اترشح عمر الشريف لجائزة الأوسكار وحصل على 3 جوائز جولدن جلوب. اتولد عمر الشريف أو ميشيل ديمتري شلهوب عام 1932 لأسرة لبنانية استقرت في مصر. كان والده تاجر أخشاب وكانت والدته سيدة مجتمع أرستقراطية. التحق بمدرسة فيكتوريا كوليدج واللي كان لها تأثير كبير على شخصيته بسبب انضباطها واهتمامها بالرياضة. وبدأت علاقته بالمسرح والتمثيل على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج. وبعد انتهائه من الدراسة في كلية فيكتوريا التحق بجامعة القاهرة ودرس الرياضة والفيزياء. وبدأ العمل في التجارة مع والده، ولأنه عاشق للتمثيل كون فرقة مسرحية من الطلاب الهواة. وحضر السفير الفرنسي في مصر واحدة من مسرحياته واللي حازت على إعجابه جدا. وترك ميشيل تجارة والده والتحق بالأكاديمية الملكية لدراسة الفنون المسرحية في لندن. لكن صديقه يوسف شاهين اللي كان راجع مصر وقتها سأله إن كان مهتم إنه يعمل اختبار للشاشة ويلعب دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي. وبيقول عمر الشريف: بصراحة كنت مرعوب، كنت سأواجه الكاميرا لأول مرة وكنت همثل أمام فاتن حمامة نفسها. وفتح فيلم صراع في الوادي أبواب الشهرة والنجومية لعمر الشريف، وقابل حب حياته فاتن حمامة، وتم الزواج بعد أن أشهر إسلامه. وكان طارق ثمرة زواجه من فاتن حمامة اللي شاركوا في فيلم دكتور جيفاغو وهو عنده 8 سنين. وشارك عمر الشريف في الأفلام الأمريكية والإيطالية والفرنسية، وساعدوا على ده وسمته وملامحه الشرقية بجانب إجادته للغة الإنجليزية والفرنسية واليونانية. وفي أوائل الستينات قابل عمر الشريف المخرج العالمي ديفيد لين، واللي كان محتاج شاب بملامح شرقية علشان يلعب دور في فيلم لورانس العرب. وفعلا قدم ديفيد عمر الشريف في لورانس العرب عام 1962. واستمر العمل بين عمر الشريف وديفيد في أفلام دكتور جيفاغو والرولز رويس الصفراء وفتاة المرح والموعد. ومن أشهر أعماله على الشاشة العربية فيلم إشاعة حب وفي بيتنا رجل والمماليك وحسن ومرقص. وكمان اشترك في العديد من المسلسلات الإذاعية زي أنف وثلاث عيون والحب الضائع. وبيحكي عمر الشريف عن إنه كان في باريس وتلقى اتصال من الرئيس السادات اللي سألوا فيه لو رحت إسرائيل هيرحبوا بيا. وأجاب الشريف بعدم معرفته، وطلب السادات إنه يسأل مناحم بيجن نفسه عن طريق أصحابه اليهود في أمريكا. وذهب عمر إلى السفارة الإسرائيلية في باريس وقابل السفير وطلب منه إنه يوصله بالرئيس بيجن، وسأله لو سافر السادات إلى إسرائيل من أجل السلام كيف تستقبلوه هناك؟ فأجابوا بيجن: سنستقبله استقبال المسيح. والمعروف عن عمر الشريف عشقه للعبة البريدج، وهو واحد من أشهر لاعبيها في العالم. أعلنت وفاة عمر الشريف بعد 6 أشهر من وفاة فاتن حمامة، ونعته كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية الأمريكية والأوروبية. لو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك. استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة.